المعنى الجديد الذي تبناه المتكلمون أن ما وصف الله به نفسه أو وصف به في كتابه إما هو مفهوم المعنى كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والبقاء محكم، وأن ما وصف به مما يتبادر منه ما هو لائق بخلقه كالنزول والاستواء ونسبة الوجه والجنب والساق والقدم والأصابع إليه تعالى مما هو متشابه، وهذا المعنى غير معروف في كلام السلف. قريش الذين نزل القرآن بلغتهم منهم مؤمن ومنهم كافر، فالمؤمن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشكل علي هذا ففسره لي، وللمشرك يحتج بما جاء من ذلك فيقول هذا القرآن فيه تعارض فيه تناقض، نجد فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونجد فيه مثلا الرحمن على العرش استوى. لم يكن هذا الطرح موجودا في عصر السلف، حتى جاء الذين فسدت سليقتهم في اللغة العربية واختل فهمهم، تصنفوا الصفات الواردة في القرآن إلى صفات معقولة المعنى وصفات مشكلة سموها المشكلة. على من أشكلت؟ ليس على من نزل القرآن عليهم وبلغاتهم. القرآن نزل بالبيان، بين للناس كل شيء يحتاجون إلى بيان، فكيف لا يبين فيه أصل الإيمان؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول تعالى أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من غير المعقول أن يكون الله سبحانه وتعالى يبين في القرآن أحكام الحلال والحرام، ويبين نبيه صلى الله عليه وسلم للناس كل شيء هم بحاجة إلى بيانه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم علمهم آداب الحدث آداب قضاء الحاجة. وتبقى مشكلات في القرآن متعلقات بأصل الإيمان لا يبينها الله ولا رسول. هذا من ما لا يفهم. وهذه الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفته بها رسله موقف السلف منها واضح. المشهور عند الناس كلمة مالك بن أنس رحمه الله تعالى إذ قال الاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه الكلمة منقولة عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومنقولة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. معنى أن الأجيال الثلاثة المشهود لها بالخيرية تواترت على هذه المقولة: جيل الصحابة تمثله أم سلمة، وجيل التابعين يمثله ربيعة، وجيل أتباع التابعين يمثله مالك بن أنس. كلهم يقول الإيمان الاستواء معقول، معقول أصل المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكيفيات صفات الله سبحانه وتعالى مجهول، حتى الصفات التي لا نصنفها في المشكل: كيف يحيا، كيف يعلم، كيف يريد، كيف يقدر، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يتكلم، كل هذا لا مجال للعقل فيه، من مواقف العقول لا من مجالها. وكذلك كيفية تعلق الصفات بمتعلقاتها، كيف يخلق الموجود من المعدوم. هذا أيضا مما نص أئمتنا أنه من مواقف العقول لا من مجالها. ممن نص على ذلك الشيخ محمد فال والمحمد والأحمد والعاقل في رسالة له في الموضوع، بين
ما هو من مواقف العقول وما هو من مجاريها، فهذا النوع ذكره فيما هو من مواقف العقول. العقل قوة بشرية شرف الله تعالى به بني آدم، ولكنه لا يرقى إلى أن يدرك كل شيء، ولا يرقى إلى أن يصل إلى رتبة من الحرية والطلاقة لا تترك في وجهه حرم. العقل قوة بشرية يحلق في أجواء بعيدة، ولكن لها حدود، وقوة البشر لها حدود، قوة السمع لها حدود. الإنسان يكون هنا في المسجد لا يسمع أصوات أهله في المنزل، لا لخلل بسمعه ولا لأن له خرس، ولكن لسمعه حدود. لا يرى أشخاصهم لا لخلل ببصره ولا لأن أشخاصهم غير موجودة، ولكن لبصره حدود. لا يشم عطورهم لا لخشم بأنفه ولا لتفل بأهله، ولكن لشمه حدود. والعقل أيضا كذلك له حدود. الله سبحانه وتعالى عندما يصف نفسه بهذه الصفات ويصفه بها من هو أعلم به منا من رسله وملائكته، نفهم الوضع العربي اللي خوطبنا به للفهم، نفهم أصل المعنى، ولكن لا نكيف، لا ندخل في محارم ليس للعقل فيها منابذ، لا نكيف، لا نعطل فننفي الصفات، ولا نمثل فنثبت لله تعالى صفات تليق بالمخلوق، ولا نكيف. هذا هو موقف السلف من المحكم والمتشابه.